السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعين الأعزاء، متابعين قناة عيشها صح. أهلا بكم في فيديو جديد معانا النهاردة بعنوان آلام مفصل الفك. ولكن قبل ما نبدأ ما تنسوش اللايك وتفعلوا زر الاشتراك عشان يوصل لكم كل جديد. لو بتسمع صوت طقطقة وانت بتفتح أو بتقفل بقك أو بتحس بألم حوالين الأذن أو الفك، فده ممكن يكون علامة على مشكلة في مفصل الفك عندك. النهاردة هنتكلم عن إيه هو المفصل ده وليه بيحصل فيه ألم، وإزاي العلاج الطبيعي بيساعد في راحة الفك واسترجاع حركته الطبيعية مرة تانية. طب عايزين نعرف إيه هو مفصل الفك الصدغي. المفصل ده هو اللي بيربط الفك السفلي بالجمجمة، وبيتحرك مع كل كلمة أو لقمة بنقولها أو بناكلها. يعني هو أكتر المفاصل استخداما في الجسم. طيب هو بيتكون من إيه؟ بيتكون من عظمة الفك السفلي وعظمة الجمجمة، وفي قرص غضروفي بينهم عشان يقلل الاحتكاك ما بين العظم وبعضه، وعضلات بتتحكم في حركة الفتح والإغلاق والمضغ. طيب أعراض الإصابة في المفصل ده إيه؟ أولا ممكن المريض يحس بألم أمام الأذن أو في الخد أو الفك، صعوبة أو ألم عند فتح الفم، صوت طقطقة أو نقر مع الحركة، صداع أو ألم في الرقبة، وأحيانا الإحساس إن الفك بيعلق أو بيتقفل نص قفلة. طيب ليه المفصل ده بيتعب؟ أولا بسبب الشد العصبي، ناس كتير بتعض على أسنانها وقت التوتر، بسبب أيضا وضعيات خاطئة زي الجلوس لفترات طويلة أمام الكمبيوتر، إصابات مباشرة برضو في الفك أو الرقبة. من الأسباب أيضا وجود مشاكل في الأسنان زي سوء الإطباق، يعني مش عارف، يعني أسنانه مش متطابقة على بعض، في فروقات في بين أسنانه. كمان حركات متكررة زي مضغ اللبان لفترات طويلة. طيب إيه العلاقة ما بين الرقبة والفك؟ يعني أعرف إزاي إن رقبتي ممكن تسبب وجع في الفك؟ العضلات زي ما قلنا اللي بتربط الفك بالرقبة بتشتغل مع بعض. يعني لو عندك شد أو خلل في عضلات الرقبة ممكن يأثر على حركة الفك والعكس صحيح، وده بيخلي العلاج الطبيعي مهم جدا لأنه بيشتغل على الفك والرقبة معا. طب ازاي نعرف السبب الحقيقي أو التشخيص بيتم ازاي؟ أولا عن طريق الفحص اليدوي لحركة الفك والعضلات، وملاحظة مدى الفتح الطبيعي للفم، وأحيانا الأشعة زي ال MRI أو الإكس راي لو في شك في القرص الغضروفي، وتقييم وضعية الجسم بالكامل ال Postural Assessment. طب دور العلاج الطبيعي إيه أو بيساعدنا في إيه؟ أولا في تخفيف الألم باستخدام وسائل زي التنس أو الكمادات، استعادة الحركة الطبيعية عن طريق تقنيات المانوال ثيرابي والعلاج اليدوي، تحسين استرخاء العضلات وتعديل الوضعية لتقليل الضغط على المفصل، والتوعية بعادات سليمة أثناء الأكل والكلام. دي هنا بعض التمارين العلاجية اللي لو أديت بشكل صحيح هيكون ليها أثر كبير في تخفيف الألم وعلاج المشكلة، زي فتح الفم ببطء من غير ميل الرأس للأمام، وحركة الفك يمين ويسار بلطف، الضغط الخفيف باللسان على سقف الفم مع تنفس هادئ. طبعا لازم التمارين تكون بإشراف أخصائي علاج طبيعي. هنا في عادات بسيطة لو التزمنا بيها هتخلينا نحس براحة كبيرة، زي تجنب مضغ اللبان لفترات طويلة، عدم فتح الفم زيادة أثناء التثاؤب، تقليل التوتر وتجربة تمارين الاسترخاء، ومراقبة وضع الرقبة والكتف أثناء الجلوس، والابتعاد عن الأطعمة القاسية اللي بتسبب ألم. يعني عايزين نقول إن اضطرابات مفصل الفك شائعة، لكنها قابلة للعلاج بسهولة لو اتشخصت بدري واتعالجت بطريقة صحيحة. العلاج الطبيعي مش بس بيقلل الألم، لكنه بيرجع التوازن بين الفك والرقبة والوضعية العامة. خلي دايما علاقتك بفكك سليمة ومريحة. نرجو أن نكون أفدناكم، وإلى أن نلقاكم إن شاء الله في فيديو جديد من قناتكم عيشها صح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.